الله الرحمن الرحيم. الاهلي ينتصر على العين الاماراتي بثلاثيه نظيفه. هتجيبوا لي مين في اسيا تاني يا جماعه؟ مين تاني قوي في القاره دي تجيبوه لي؟ عشان بس ابقى فاهم انا هلاعب مين. كل ما اكسب فريق تعلوا عليا، اصل ده الاقوى، اصل انت ما قابلتش ده. كسبت الهلال، اصل الهلال تعبان. جيت اتحاد جده، اصل اتحاد جده مش عارف كان تعبان، بنزيما ما كانش في حالته. العين الاماراتي الاقوى اهو، العين اهو. ثلاثه يا جماعه. انا بطالب كابتن محمود، يا كابتن محمود ابوس دماغك، حاول تخلينا نستقيل من اتحاد الكره التعبان ده. احنا يا جماعه، ما اللعيبه انا بشوفها نفسها بتتفتح لما بتلعب ماتشات كبيره زي دي. خلاص بقى خلينا نطلع اوروبا بقى يا عم، والله العظيم بلا قرف. حقها اللعيبه تبقى نازله الملعب نفسها مسدوده. ما دوري مصري بامانه يعني لا يرتقي ان النادي الاهلي يلعب في الدوري ده. يا جماعه ده 3-0 والعين اجمد فريق في اسيا. سلم لي على العين يا جماعه، سلم لي على العين. والحاجه انا مستني كابتن تامر بدوي يطلع بكره يقول لي اصل لو الاهلي قابل الجزيره الاماراتي كان قابل المعاناه. انا مستني دي، انا دي مستنيها. مستني تقليل الفوز للاهلي من اي فريق. بتقللوا من فوز الاهلي. فاز على العين، لا الجزيره احلى. فاز على الهلال، لا اصل الاتحاد كان اقوى. وقابل ده اديله على دماغه، وقابل ده اديله على دماغه. مين تاني جامد في القاره دي؟ مين تاني شايف نفسه الاحلى والاجمد في القاره دي؟ جيلي لو قيمه تسويقيه ولا بلعيبه اجانب ولا بدايه بالحته الجديده. انا قلت اخليها الماتش زي ده. خساره بصراحه في السوبر المصري وخساره في الزمالك، رغم ان انا كنت جايبها من السوبر الافريقي بس ما حصلش نصيب نلبسها. فعين مين عين مين ده؟ جمهور الاهلي نجم المباراه النهارده. اول مره احس ان جمهور الاهلي هو رقم واحد كده. من زمان قوي ما شفتش جمهور الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه تشجيع بغض النظر بقى مش منضبطين، بغض النظر عن التيفو العره اللي اتعمل ده. بس اول مره احس ان في جمهور في المدرج، مش 75,000 خشبه قاعدين، 75,000 كرسي. اول مره احس ان جمهور الاهلي فعلا هو نجم المباراه. مباراه مش قادر اوصفها لك. 27 بطوله قاريه، 27 بطوله قاريه للاهلي. ايه الاهلي ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ولسه في منافس وضيع طالع يشكك فينا. لسه في منافس بالعقليه دي بنتعامل معاه ومقتنع ان لسه الاهلي بيكسب بالتحكيم. الاهلي عمال يحطم ارقام قياسيه على مستوى القاره وعلى مستوى الشرق الاوسط وكاس العالم للانديه وانتر كونتيننتال، ولسه في ناس مقتنعه ان الاهلي بيكسب بالتحكيم. لسه في ناس مقتنعه ان الاهلي نادي الدوله. فكروا ازاي يا جماعه؟ حاجه تحزن قوي ان الاهلي بالقيمه دي مع منافس وضيع اسمه الزمالك في البلد دي كارثه والله العظيم. لسه مقتنع ان الاهلي بيكسب بالتحكيم؟ انت كزملكاوي راجل فاهم كوره طبعا احسن مننا، احنا ما بنفهمش كوره، مقتنع ان الاهلي بيكسب بالتحكيم؟ انا عايز حد يطلع يرد علينا. تحكيم ايه يا ابو تحكيم؟ 27 بطوله قاريه، 12 دوري ابطال، 8 سوبر افريقي، 4 كاس كؤوس كونفدراليه، كده بقوا 2 افريقيا اسيويه او بطوله المحيط يعني، او الثلاث قارات زي ما انت عايز تحسبها احسبها. بطوله جديده بتضاف لخزائن النادي الاهلي النهارده بعد الفوز الكبير على العين. لسه مقتنع ان الاهلي تحكيميا هو المستفيد الاول في العالم كله. راح العب سيمي فاينل كاس عالم للمره التشيليون، ولسه مقتنع ان الاهلي بيتجامل من التحكيم. معايا 4 برونزيات كاس عالم، لسه مقتنع ان الاهلي بيكسب بالتحكيم. والله العظيم للاسف يعني من المساوئ اللي بشوفها في حياتي ان الاهلي لسه مكمل في الدوري المصري كلعبا، ولسه بشوفها في حياتي ان الزمالك هو المنافس الوحيد للاهلي. شفت لعيبتك نفسها بتتفتح في الماتشات الحلوه ازاي؟ الله يمسيه بالخير الواد هاني بيحب الحاجات دي. بس لسه شهر 12 جاي. سيبك من فنيات وسيبك من الكلام ده. النهارده احتفال بس، النهارده تحفيل بس. انا مش شايف حد لا داخل القاره ولا خارج القاره، ولا شايف اي حد. هتقول لي العين الاماراتي، الهلال السعودي، اتحاد جده السعودي، انا مش شايف حد يا جماعه. ثلاثات واربعات. يعني انا ما بكلمكش على الاهلي وهو بيكسب 1-0، بيكسب باشواط اضافيه وضربات جزاء، لا ده ثلاثات واربعات وباداء. هي دي شخصيه الاهلي، هو ده الواقع اللي الاهلي معيشه لمنافسيه. بس انت للاسف بتتغاضى عن ده ومش حابب تشوفه. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. سلام.